يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض السبع بهارات، احلى 7 بهارات ممكن تعمليهم في البيت. ده جنزبيل، دي ربع كوباية، والدول معلقتين قرنفل، معلقتين كبار. طبعا البهارات ديت لما بتعمليها في البيت انتي بتبقي شايفاه ايه اللي اتحط فيها، ما فيهاش تراب، متنقية كويسة نظيفة. افضل كتير من لما تشتريها من عند العطار بيعملوها بترابها، وطبعا مش هيقفوا ينقولك كل حاجة الا من رحم ربي. دي كوباية فلفل اسود حصى، بصوا نظيفة، متشال منها كل حاجة خالص يعني. طبعا هحط منها كوباية، وهحط نص كوباية صغيرة كبيبة صيني، ونص كوباية حبهان، وواحدة جوزة الطيب. بصراحة ريحتها بتقلب البيت، تبقى ريحة تحفة. لو انتي عملتيها في البيت وشفتيها زيها زي بتاعة العطار ولا لأ، هتلاقي طبعا انتي الكسبانة. كسبانة بقى كميات، وكسبانة ريحة، وكسبانة نظافة. تلاقي نفسك كسبانة في حاجات كتير قوي. طبعا انا حطيت كوباية فلفل اسود، ونص كوباية كبيبة صيني، ونص كوباية حبهان، وواحدة جوزة الطيب، وربع كوباية جنزبيل، وربع كوباية قرفة، ومعلقتين قرنفل. هنا انا هسخن الطاسة علشان خاطر تكون سخنة، يعني ما تحطيش الحاجة والطاسة باردة عشان خاطر مش لسه هتاخد معاكي وقت جامد قوي. طبعا ما تسيبيهاش على نار عالية علشان خاطر ما تتحرقش منك. طبعا الكمية اللي احنا هنعملها ديت هتكفينا فترة كبيرة جدا. وبتاخدي بقى منها تحطي على الشوربة، تحطي على المحشي. وهعمل معاكم دلوقتي كمان خلطة للمحشي تبقى حلوة جدا كمان. الحاجات ديت بقى انا ما بطحنش معاها طبعا الورق اللوري. في طبعا ورق لوري بيتباع مطحون، وفي ممكن انت كمان تطحنيه في البيت. بس لو انت حابه ان انت تطحنيه، خليه في علبه لوحده، لان مش كل حاجة هتحطي معاها الورق اللوري. بصوا هنا كده خلاص انا حطيتها على النار، وهتفضل ايدي فيها اقلب فيها كويس جدا. هنا انا موطيه النار جدا علشان ما تتحرقش مني، بس بقى بتطلع ريحة تحفة. يعني كل اللي كان رايح واللي جاي يقول لي انتي حاطه بخور. بصراحة ريحتها بتبقى جميلة جدا، ريحتها بتقلب البيت خالص. حلوة وجميلة. وبصوا بقى كده كل ما تفتحوا العلبة هتشموا ريحة تحفة بصراحة. بصوا كده انا هو مش هسيبها، مش سايباها خالص. هبتدي ان انا اقلب فيها. الاول كنت جايبة معلقة سيليكون، حسيت ان هي مش هتستحمل الحرارة، فحطيت معلقة خشب. بصوا هفضل اقلب فيها علشان خاطر ما تتحرقش مني. بص انا عليت لي للحظة ورجعت وطيت تاني بسرعة. هو بس كده ايه ريحة بقى الحبهان والقرنفل، كل الحاجات دي انا حطيت بس الحاجات الحصى. يعني حطيت الفلفل الاسود والكبيبة الصيني والحبهان وجوزة الطيب. لكن مش هحط البودر دلوقتي. البودر ده هحطه بعد ما اقفل عليها على طول، هيطلعوا ريحة حلوة برضو. جوزة الطيب، في ناس بقى بتقولك حلوة، وفي ناس بتقولك لأ مش حلوة، في ناس بتقول حرام، في ناس بتقول لأ. احنا مش هنحط منها كتير. طبعا انتي بتقدري تحطي على قد الكمية اللي انتي حطوها. لو هتحطي اكتر من كده ممكن تحطي 2، بس انا هكتفي بواحدة بس لان هي طعمها شديد جدا. اهو بس انا كده هبتدي ان انا اكسرها بالسكينة عشان خاطر تطلع ريحتها. والتوابل دي كل ما انتي بتحمصيها على النار بتطلعي اي رطوبة منها، بحيث ان هي ما تسوس، وتبقى كده دايما فريش على طول. اهو بصوا انا كسرتها وحطيتها، اهو بكمل بقيتها. بس انا مش هستخدم منها كتير، هي واحدة على الكمية دي كلها حلوة قوي. والكمية دي هتقعد معاكي كتير جدا بقى، بتحطي على الشوربة. والورق اللوري هو زي يعني
اكتر حاجة لاستخداماته عشان خاطر يهري الانسجة بتاعة اللحمة. يعني يهري الانسجة بتاعة اللحمة، بتاعة الفراخ، بتاعة الكوارع، الحاجات اللي بتاخد سوا كتير جدا دي. الورق اللوري زي ما بيخرج زفارة ويطلع كده ريحة، بس هو فايدته الاكبر ان هو بيهري الانسجة بتاعة اللحوم. هنا كده خلاص انا شلتها من على النار، هبتدي ان انا احط لها القرفة واحط لها الجنزبيل. هم دول كانوا اخر حاجه معايا. ما ينفعش طبعا ان انا احمص دول، لان انا لو حمصتهم هيتحرقوا، هيبوظوا لي التوابل خالص. فانا بحطهم عليها كده وهم سخنين، واقلبهم برضو هيطلعوا هيطردوا الرطوبه. التوابل دي بتاخد رطوبه جامده جدا، وخاصه ان احنا في الشتاء، عشان كده كل ما بتاخد رطوبه بتسوس. ونحاول ان احنا نحط الحاجة دي في برطمانات ناشفة ومتجففة جدا. ممكن تحطيها مثلا في الميكرويف كام ثانية، ممكن تحطيها كده من على النار من بعيد، يعني تمشيها كده بس على النار، هتبقى برضو حلوة جدا. اهو بصي انتي هتوفري لنفسك كتير 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 خالص يعني. الحاجات ديت حتى لو انتي جبتيها بمبلغ، بس في النهاية انتي هتوفري لنفسك توابل ل6 شهور مثلا. انتي بتحطي منها حاجة بسيطة جدا في الشوربة. اهي شايفين. انا بس هسيبها ان هي تبرد شوية، علشان ما طحنهاش وهي سخنة وتمسك في بعضها كده بقى، وتدخل لها رطوبة وتفضل كده حنة على بعضها. لا، انا عايزاها تفضل فريش. فانا دلوقتي خلاص كده بردت. هجيب المطحنة وهبتدي ان انا اطحن شوية شوية اهم كده. هبتدي ان انا اطحنهم. وطبعا هجيب طبق تاني بقى ومصفى، ونبتدي ان احنا ايه ننخلهم علشان نشيل منهم الحاجات الخشنة. الحاجات الخشنة دي بقى لو انت عايزة تستخدميها مثلا في شوربة مش هبان، عادي مفيش مشكلة. عايزة تطحنيهم تاني وترجعي تصفيهم برضو عادي مفيش مشاكل. بس بصراحة هي ما يترميش منها اي حاجة، لان حتى لو طلع منها اي رايش هيبقى ايه حبهان، كبيبة صيني. كده كده احنا ممكن نحط الحاجة دي حصى اساسا في الشرب. اهم بصوا انا طحنتهم. دي طحنت اكتر من مرة علشان خاطر تنعم يعني. اهو بصراحة الحاجات دي بتوفر جدا، وتبقي بقى داخلة على رمضان عندك التوابل بتاعتك وحاجتك جاهزة. خايفة على الحاجة، بصوا انا بوريكم قد ايه انا طحنتها ناعمة. خايفة على الحاجة، حطي في علبة صغيرة بره شوية، وحطي الباقي في الفريزر. اي توابل انت هتجيبيها عايزة تحافظي عليها حطيها في الفريزر. بتنفع جدا يعني، وبتفضلي محافظة عليها. بدل ما تسوس بتضطري ان انت ترميها، هتعملي بيها ايه؟ خلاص سوست. الحر كمان بيخلي الحاجات دي تسوس قوي. هنا كده خلاص انا طحنت كله. هبتدي ان انا اجيب المصفى وابتدي ان انا اطحنهم، قصدي انخلهم يعني. بصوا ريحتها كانت قلب البيت، ريحتها تحفة. وكمان بالاخص لما تدخلي بقى ان شاء الله على رمضان، اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين، تدخلي عليه وانتي مجهزة كل حاجتك، بصراحة بترتاحي كتير بقى. يعني بتكوني كده ان شاء الله ان شاء الله باذن الله مرتاحه. بصوا ده اللي بيطلع الرايش بتاعهم ده بقى بعد التصفيه لاخر حاجه. يعني انا كده صفيتهم لاخر حاجه خالص يعني. دول اللي فاضوا، عايزه بقى تحتفظي بيهم في برطمان تحطيهم في الشوربه براحتك، عايزه مش عايزاهم برضو براحتك يعني. بس انا مش برمي الحاجات دي. اهم كده خلاص. هبتدي بقى ان انا اعبي الكوبايه بتاعه التوابل. طبعا التوابل دي اي توابل عامه ما يلمسهاش ميه، لان لما بيلمسها ميه بتبوظ. يعني ما تحطيش صوابعك في التوابل. دايما خلي في معلقه صغيره تاخدي بيها التوابل، لان ايدك بتعمل بتبقى مبلوله، معلقه مبلوله، كل الكلام ده لا. حطي دايما فيها معلقه ناشفه، هتعيش معاكي الحاجه اكتر واكتر. طبعا انا حطيت كده خلاص. اللي فاض مني بقى هبتدي ان انا احطه في كيس واحطه في الفريزر، او في علبة تلاجة، في علبة فريزر، واحطه في الفريزر يقعد معاكي بقى سنة سنتين. طول ما الحاجة انتي محافظة عليها من الرطوبة والحر،
هتبقى كويسة. خلي بالك في الحر الحاجة بتسوس، وفي الشتاء الحاجة بتاخد رطوبة جامدة جدا، فالأحسن ان احنا نحتفظ بيها. تعالوا بقى نعمل شوية توابل للمحشي، هتبقى حاجة كده من الآخر يعني. دول شبت وبقدونس وكزبرة خضر عادي من عند الخضري، جبتهم وغسلتهم كويس جدا وجففتهم. طب جففتيهم ازاي؟ غسلتهم كويس جدا، نشفتهم بنشافة الخضار، ما عنديش نشافة خضار سيبيهم في المصفى يصفوا براحتهم خالص، وبتروحي حطهم على فوطة منشفيهم. بعد ما بتنشفيهم من المية تحطيهم في الميكرويف، من على حسب الميكرويف بتاعك، دقيقة دقيقتين تلاتة، بس في النص بتطلعيهم تقلبيهم الناحية التانية عشان يفقدوا المية اللي فيهم. او لو ما عنديش ميكرويف هعمل ايه؟ هشغل الفرن 5 دقايق او 10 دقايق على حسب الفرن بتاعك، وهتبتدي ان انتي تشغلي الشواية من فوق، ويبتدوا بس ان هما ايه ينشفوا، وتبتدي بقى انتي ايه تطلعيهم تطحنيهم بايدك او بالكبة. تمام. هنا انا حطيت عليهم شوية من التوابل اللي احنا عملناهم وشوية كزبرة. طب ليه ما حطيتيش كمون؟ لاني انا ما بحطش على كل المحشي كمون، انا ما بحطش على كل المحشي كمون، لكن انا حطيت من التوابل اللي انا عملتها اللي ريحتها تحفة دي. مش هنقدر نحط دلوقتي كمون، لاني انا بحط، بصوا انا دلوقتي حطيت من التوابل وحطيت كزبرة كزبرة ناشفة، وحطيت الخضرة بقى شبت وبقدونس وكزبرة جففتهم، دول من كل حاجة رابطة. انت بقى حابة ان انت تعملي كمية كبيرة، هتجيبي من كل حاجة مثلا 3 ربط وتنضفيهم وتظبطيهم زي ما قلت لك ان انت هتعمليهم ازاي. المهم هنا ان انا عملت ايه بقى، عملت ما بحطش ليه عليها كمون، لاني انا كل خلطة محشي ليها عندها ليها فيها طريقة. بحط بس الكمون على الكرنب، وبحط بس، لكن ما بحطش ولا على البتنجان ولا على الورق العنب. فمش عايزة ايد نفسي بالكمون خالص. انت حابة تحطي وبتحطي على كل المحشي كمون، حطي عادي براحتك، لكن انا لما احب احط كمون هبتدي ان انا احطه عادي مطحون. كده خلاص ادي خضرة ديت خلطة المحشي، وديت البهارات ال7 بهارات. طيب خلطة المحشي ديت هتغنينا عن الخضرة الخضراء؟ لا طبعا مش هتغنينا عنها، دي بس هتعزز الطعم. لا طبعا هنحط معاها الخضرة ومعلقة، وهتخلي طعم المحشي تحفة. السلام عليكم.